بورتر بيوافق وبياخد منه المذكرة وبيسيبه وبيمشي. بعدها بنشوف بورتر قاعد في المطعم ومعاه واحد، وبنعرف ان بورتر ده انسان مادي جدا وبتاع مصلحته درجة اولى، وانه ما بيعملش حاجة من غير فلوس. بعدها بيبص في الوقت بيلاقي فعلا الوقت اتأخر جدا وميعاد القضية عدى الساعة 3، فبيسيب الراجل وبيجري على المحكمة. ولما بيوصل هناك بيعتذر من القاضي وبيقول له ان انا هحضر مكان ارثر اللي عنده ظروف وما حضرش. بعدها بيقعد جنب رالف وبيطمنه انه هيمشي على طول. فبيبدأ القاضي القضية وبيقول لبورتر لو عندك حاجة قدمها. فبنشوف بورتر وهو مش فاكر حاجة وبينسى المذكرة اللي اداها له ارثر. بعدها القاضي بيطلب من رالف انه يقوم علشان يدي الحكم بتاعه. فجأة بيدي القاضي حكم 3 سنين على رالف اللي بينصدم جدا، بيندهش وبيقول ارثر وعدني انه هيخرجنا على طول. بعدها بنشوف بورتر وهو بيطلع المذكرة اللي افتكرها وبيقول للقاضي بعد فوات الاوان انا معايا دليل البراءة. بس طبعا القاضي نفذ